السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، يعني ايه بورصة؟ البورصة لو جينا نبص على التعريف بتاعها النصي هتلاقيها سوق تداول الأوراق المالية، ولكن هي دي بس البورصة؟ لا. البورصة في أنواع. في نوع من البورصة بورصة السلع، وفي بورصة الأسهم والشركات. في بورصة السلع ديت البورصة المسؤولة عن تداول الذهب والنحاس والحديد والفضة والألمنيوم والمعادن والخام الطبيعي، الغاز الطبيعي أو البترول أو أي مصدر طبيعي، أي خامات عليها سلع عليها تداول يومي، فدي اسمها بورصة. بتخضع لقوانين العرض والطلب، من ضمنهم البيض والفراخ كلنا عارفين بيها. فدي حاجة بتخضع للعرض والطلب، فعشان كده بتسمى بورصة. ودي بورصة السلع. النوع التاني من البورصات هي بورصة الشركات. بورصة الشركات هي سوق تداول الأوراق المالية. طب يعني ايه سوق تداول الأوراق المالية؟ يعني منظمة أو كيان أو هيئة حكومية مضمونة بتتيح لصغار المستثمرين وكبار المستثمرين التعامل على الأوراق المالية أو حصص من الشركات بالشراء أو البيع في الوقت اللي يشوفه المستثمر نفسه، بحيث يحقق أكبر ربح لنفسه. لا، نفهم بقى كويس. البورصة هي سوق تداول الأوراق المالية، والأوراق المالية ديت عبارة عن مستندات أو وثائق رسمية بتصدرها الشركات عشان تثبت أحقية أو ملكية المستثمر في جزء من الشركة، أو دين للمستثمر عند الشركة. في الحالتين دول اسمهم أوراق مالية. الورقة المالية الأولانية اللي هي السهم، والتانية اللي هي السند. السهم هي شراكة بين المستثمر والشركة بتثبت أحقية المستثمر في نسبة من الشركة، ولكنه شريك عليه الربح وعليه الخسارة، فبالتالي المشارك بالأسهم هو شريك في الشركة يتحمل الأرباح والخسائر بتاعت الشركة. تمام؟ تمام. الشركات لما تيجي توزع أرباح بتوزع على المالكين للأسهم، بتوزع نسبة ربح على كل سهم، فبالتالي ده بيكون عائد مستمر. النوع الثاني من الأوراق المالية اللي بتصدرها الشركات هي السندات. السندات ديت حاجة زي وصل أمانة. الشركة بتقول لك أنا هاخد منك مبلغ 100,000 جنيه مقابل 11% في السنة، هديلك العائد بتاعهم كل شهر. تمام؟ فديت السندات. السندات هي ورقة مالية بتثبت دين الشركة للمستثمر بمبلغ مالي محدد. المبلغ ده بيكون عليه حاجتين: عائد الربح ثابت المتداول المعروف عليه بالسند، اللي معروف في الوثيقة بتاعت السند نفسها. والحاجة التانية أحقية في السداد عند الطلب. يعني العميل أو المستثمر لو طلب سداد قيمة السند، الشركة ملزمة إن هي تسد قيمة السند ده. ولكن قبل ما نتوغل جوه في موضوع البورصة، في مجموعة من الشركات أو الكيانات الكبيرة اللي بنتعامل معاها جوه البورصة، جوه هيئة سوق المال، ولازم نتعامل معاها وما ينفعش نتعامل جوه البورصة من غيرها. هنتعرف عليها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. الشركات ديت هي امين الحفظ وشركه مصر المقاصه والسماسره او شركات الوساطه الماليه والمستشارين الماليين. ركز معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله عشان نعرف اكتر عنهم باذن الله. يلا سلام.